شايفين اللبن اهو، الحله مليانه على خير اهي، مش بتفور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اقول لكم على فكره حلوه قوي لو عملت زي كده وحطيت اللبن ولقيتيه ايه كتير على الحله كده. طبعا في حاجه كده بتبقى ازاز بتتحط في اللبن ما بتخليش يفور على البوتاجاز، اسمها فواره لبن، بتجيبها من عند اي واحد بيبيع ادوات منزليه. طب لو مش موجوده عندك هتعملي ايه؟ تغسلي طبق صيني صغير كده وتحطيه في قلب اللبن وتسيبيه، وهوريكم دلوقتي اللبن وهو بيفور مش هيفور على البوتاجاز خالص. وبعد كده اول ما يبدا في الغليان كده بتهدي النار عليه وتسيبيه بقى ايه يغلي مع نفسه كده. هوقف بقى توريهولكم في الاخر خالص. شايفين اللبن اهو، الحله مليانه على خير اهي، مش بتفور. ده كله بسبب ايه؟ الطبق اللي احنا حطيناه. لما تكون خايفه على اللبن بتاعك يفور اعملي زي ما قلت لك كده ومشي وانت قلبك جامد. طبعا في الوقت ده اول ما يبدا في الغليان كده بتهدي النار عليه وتسيبيه لمده حوالي 5 دقايق كده على نار هاديه. وبعد كده تطفي عليه وتكوني محضره حله نظيفه حطها في قلب ميه بارده، وتفضي اللبن ده في قلب الحله اللي انت حطاها في الميه البارده كده. بتعقمي اللبن وتبسطريه ويبقى كده صحي وعيالك يشربوه انت قلبك جامد. بعد كده تصفيه وتعبيه وتحطيه في التلاجة وتشربوا منه زي ما انتوا عايزين بدون خوف. طبق زي ما هو لا انكسر ولا حاجه خالص. بس ما تطلعيش من اللبن وتسيبيه، سيبيه في قلب اللبن كده لحد ما يبرد واحده واحده مع اللبن. لو طلعتيه من اللبن وسبتيه ممكن يفرقع، او حطيت عليه 100 ساعه برده ممكن يفرقع. بس كده يا حبايبي جربوها باذن الله. بعد كده هتحط اللبن على النار وانت قلبك جامد مش هتخاف عليه خالص. كده خلصنا الفيديو بتاعنا يا حبايبي، يا رب تكون الفكره عجبتكم. لو الفكره عجبتكم ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك بالقناه. مع السلامه.